السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحاجين كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعلها أيام سعيدة عليكم وعلينا، ويصلح حال فلسطين وحال السودان، ويصلح بلادنا العربية كلها يا رب العالمين. آمين. دي وشوش البيبان اللي احنا قلنا يا جماعة هنجيبها عشان تركب على الباب. هنشوف اهو، نركب ده كده ونجيب ده كده. استنوا معانا الفيديو النهارده يعجبكم قوي قوي قوي. ايوه بصوا يا جماعه، لا دي اللي هتبقى ناحيه اعتلها كده، اعكسها. عايزه اقول لكم ان ابويا قايم بمجهود رائع في الشقه دي يا جماعه. بجد بجد يعني. دي هتبقى كده بصراحة خلى الجدران، خلى الحيطان، خلى السقوف. دي من ناحيه المطبخ، ال 11 سم هتاخد هنا عشان يملوا دي، عشان هناخد الفراغ اللي هيساعد. وتسعه ال 11 و9 20 وال70 سم بتوع الباب، والباب هيتجلد من ناحيتين، من ناحيتين. بص انا جايبه كام وش؟ ادي واحد اتنين اهو، هو نفس الشكل. 4 للبابين، وادي اهوت للبابين اهو. 4 والله يا جماعه. 4 كده 3 هما وادي بقى الرابعه. ايه، اما تيجي تعكسه بيتقلب الناحيه الثانيه، عشان كده اما نيجي نقص اللي فوق بناخده واحد واحد بالعلام بتاعه. لكن ال 11 و9 دول موحدين. على وانت كاتب مقاساتك عشان الحاجات دي هناخدها المكنه يا جماعه، المكنه اللي هي بتاعت اللي هم النجارين اللي بيقطعوا فيها الخشب كده، ويتمسح ويتظبط، وهيعملوا حجم، هيعملوا حجم هنا الباب من هنا هيتعمل حجم مش حجم. بس انت ايه رايك في ذوقي يا ابو احمد انت وبابا؟ ده انا اللي رحت اخترته. ده بتاع بوش الباب ده هندسي، ورا كل راجل عظيم امرأة. ميرسي يا ابو احمد، ميرسي. الحجم بقى يتحط هنا كده الاثنين، هيتعمل خلع من هنا علشان يمشي في العظم ده يثبت فيه ويتغذى بعد كده. يتعمل خشب، هيتحط خشب، هيقطع خشب كله ميه ايه؟ يبقى كل واحد ويتغذى حلو، وهيشيل بقى الاوكر وكله كله لحد ما هيغلف الباب ده كله من ده يا جماعه. طب اللون حلو يا بابا؟ ده جميل جدا. اللون عجبك؟ ناحيه الاخرى دي اللي هتبقى ناحيه الاخرى، دي ناحيه المفصلات. بص يا جماعه، بصوا وانا لقيت الشغل اللي معمول في الشقه مش هينفع معاه الباب ده، صح؟ فقلت لا، قلت حرام ان انا ابقى صارفه وكلفه عليها كل ده وبالاخر هتيجي على دي. تعالوا بقى اوريكم الزاويه اللي بابا عمله ولا اجدع نجار. تعالوا هنا شفتوا البنا بالطوب، شفتوا؟ الارض اللي اتبنى بالطوب وتعمل عليه الجو لسه هتتسقط وتستنفر وتتروق، هتبقى موحده اهي مربعه. بصوا شايفين؟ بصوا مربعه. الكهرباء اهي، المال الحلال اهو. وهنا يا شيخ بصي، وهنا الوش بتاع الباب يا جماعه على الجبسن بورد هنا. تعالوا قول لي ده كان مكشوف اهو. اهو تعالوا بصوا يا جماعه. فاكرين السقف ده ولا نسيتوه يا جماعه؟ كان مكشوف خالص واتغطى. بصوا فاكرين؟ اتغطى اهو. بصوا يا جماعه، بابا اللي مقفله والنجار حصل عنده ظروف مش عارف يجي، بابا قال لي لا احنا مش هنقف عليه. انا ايدي يا بابا النور، انا اللي هعمل اي حاجه. هو اللي هيعمل ولا هيركب الوشاش بتاعه البيبان اللي انتوا شايفينها دي، هو اللي هيدار الحاجات دي كلها. هو اللي هيظبط الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها. يا جماعه الحل ده حل بلكونه، فده عالي وده واطي. ازاي انا هحط ديكور للشقه وبعدين ديكور الابلكات هيتحط من جوه البرود ده، يعني هيبقى معاه حته واحده ان شاء الله. فلازم المسافه دي تقل وتبقى كلها ميه ايه؟ ميه واحده. الراجل ده تعب يا جماعه، مش عارفه اكافئه ازاي بامان. ده واجب، اقل واجب. طب بص بقى يا بابا، من ضمن المكافأة قدام باب الشقة ده معفن قوي. هيتعمل يبقى زي السيراميك كده والدنيا تنضف الجنبين كده. ونظبط الدنيا، عند حاجات بسيطة كده. ان شاء الله احنا ندي لهم وش برضه، يلا معلش. يعني خلينا احنا نعمل زي ما احنا روقنا الزاوية دي، ما كانش لها ديت اهي. دي انا مسويها عشان تبقوا لسه فاكرين لسه قدام الباب. خدوا بالكم الحتة اللي احنا ظبطناها اهي، ومكان الجنب والدرج اتعمل، والدرج اهو اللي نور قاعد عليه اهو. وكل ده هيتبيض لسه. يعني احنا نبيض في الحته دي كده يا بابا، دي اهي بالزاويه دي كده تمام ان شاء الله. يعني هنبقى هي اللي بيننا وبين الجار، بس احنا هنظبط كل حاجه
مش هنخلي الحاجه كده زي ما احنا مخلينا الشقه من جوه 100 فل و14، هنخلي قدام الباب برضو ان شاء الله 100 فل و14 باذن الله. ابو احمد بص يا جماعه شايفين؟ ايه رايكم يا جماعه في الارضيه؟ حلوه؟ انا كنت بوريها لكم قبل كده كانتش بتبقى باينه قوي. كانتش بتبقى باينه قوي ليه؟ علشان كان كل الشغل كان عليها وبابا كان بيكسر، والله لسه بابا كان بيكسر لحد امبارح. هو عامة لسه كده كمان لسه ان هي ليها نظافة تانية، بس احنا بنحب نلم الحاجة اللي الزبالة بتاعتها يعني والجير والتكسير بتاعتها عشان تبقى خفيفة علينا فيما بعد، وبعد كده لما بتيجي تتمسح تبقى سهلة بالنسبة لنا ان شاء الله. ان شاء الله يا بابا. وعمال عندكم كده من تعملوا شققكم ان شاء الله ربنا. انا خايفه ابو احمد الشقه تدوخ في عينيه ويروح يتجوز بقى عليا ويقول لي انا عامل لك مفاجاه، اقول له ها مفاجاه ايه؟ ليه؟ ما كان في شقه ثانيه وشقه عريس وعروسه كمان. انت هتجيبها معايا في البيت؟ هتجيبها معايا في البيت؟ بس اللي عنده ام احمد ما يروحش بعيد ولا يغمض عينيه. شيلي اسامه مش هتقدر تغمض عينيك يا جماعه. ومكملين طبعا هنا معاكم بقى يا جماعه تنظيفاتنا وتوضيباتنا في الشقه. طبعا كان لازم نروح نكنسها كده وننضفها كده ونديها مسحه على الخفيف. علشان ايه؟ عشان بابا يعني لما يجي يدهن وكده واي حاجه تقع على الارض مثلا والفرشه مثلا حتى لو وقعت منه ما تشيلش مثلا التراب من الارض، لما يجي مثلا يدهن الحيطان تقوم الحيطان تبوظ. فكان لازم يا جماعه ايه ان احنا ننضفها له كده. هو قال تعالوا ظبطوه. قلت طب بالمره اما اخلي كل المتابعين يشوفوا الوشاش بتاعه البيبان اللي احنا وريناها لكم طبعا في اول الفيديو. اتمنى كل الناس تكتب لي في الكومنتات وبتقولي شيرين تسلم ايديكي حلوه لونها جميل. عايزين نصلي على النبي كده وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوراء. ربنا يحميكم يا رب ويحفظكم ما تشوفوش الشر ابدا، وربنا يا رب يجعل الايام اللي جايه فيها خير وصلاح وفلاح العالم كله، وربنا يرزق الناس كلها ويشفي مرضانا يا رب ويرزق كل مشتكى بالذريه الصالحه وينصرهم في فلسطين يا رب وينصرهم في السودان ويبارك في كل حبايبنا وكل الناس الجميله اللي انضمت في قنواتنا سواء معكم شيري اسامه او حياه اسامه وشيرين. ربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح حالكم. انا بصوا يعني انا عايزه كل حاجه اعملها في الشقه اوريها لكم من الاخر كده. يعني انا عايزه كل حاجه. شفتوا الشقه دي انا استلمتها ازاي؟ طبعا انا وريت لكم الشقه كانت في الاول من الاساس ايه. عايزاكم تقولوا لي شيرين يعني الله ينور بجد. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه انا محتاجه كلام حلو يعوضني بامانه عن كل المصاريف اللي اتصرفت فيها بامانه. يعني انا النهارده بجيب البويات من محل البويات لقيت صاحب المحل بيقول لي الشقه دي صرفت كتير قوي يا ام احمد. قلت له وعارف اسمك منين؟ ما هو قريبنا يا جماعه محل البويات قريبنا. فقال لي الشقه دي صرفت كتير قوي يا ام احمد وجايبه كل البويات بتاعتها غاليه. قلت له ما هو بابا ما بيشتغلش، ابويا انا مش بيشتغل ببويات رخيصه يا جماعه، ما بيعرفش اصلا. يقول لك انا ما اعرفش. انا بص انا مش هاخد منك ولا جنيه بس جيبي لي البويات النظيفه اللي تبين شغلي وتعبي. بصراحه الراجل ده تعب فيها بامانه تعب فيها. يعني يمكن لو انتوا جبتوا لي فيديو من الاساس وجيتوا تشوفوا الحيطان وجيتوا تشوفوا السقوفات وجيتوا تشوفوا الشغل اللي اتعمل فيه، جيتوا تشوفوا السيراميك. طب الجبس ده نفسه يا جماعه يعني الراجل ده عمل حاجات اللي هو ابويا بامانه انا بحسده عليه. شفت اللي مقفل فوق في السقف ده حوالين اللمبه ده كان الكهربائي مكسر، وقسمت بالله ابويا هو اللي محر وظبط الدنيا مكان الكهرباء اللي كسر. شفتوا بقى حتى في الطرقه كانت اللمبه مش جايه في النص قوي. هو حكم على الكهرباء قال له لا كسر هو تالي في النص وملكش دعوه. قال له بتاع المحاره مشي ومش هيجي. قال له وانا مستني بتاع المحاره؟ ما انا اللي بعمل وانا مستني حد؟ والله العظيم يا جماعه كل حاجه كان هو اللي بيعملها. هنا طبعا بقى انا بقولكم في الغرفه دي كانت طبعا عايزه الم اللي فيها كله عشان بابا يعرف يقف ويشتغل فبراحته. ده طبعا لون اعزكم الله اعزكم الله. دي كانت القعده القديمه، لكن دي بقى اللون الجديد. القعده الجديده اهي والحوض اهو هيجي اهوت يا جماعه صورته. الحوض اهو بربه والقعده طبعا القعده والحوض لون واحد او زي ما انتم شايفين كده. هيتحطوا طبعا في الحمام مع الدش مع اعزكم الله
يعني الحنفيات والحاجات دي كلها، كل حاجة هتكون كاملة كده في الحمام ان شاء الله، وفي المطبخ بإذن الله. فأتمنى بالله عليكم دعوة حلوة كده، وتحط لي لايك وتقولي عشان ربنا يجعلها قدم السعادة عليكي. ربنا يعني يعطيك اللي انت بتتمنيه فيها. والله يا جماعة انا ما جبت الشهادة، انا بكلمكم زي اختكم يعني في الله، واللي عايز يصدقني صدقني، واللي مش عايز يصدق براحته. انا الشقة دي طبعا انتوا عارفين هي اوضتين ومطبخ وحمام وطرقة. اكيد ان هي مش هتبقى ان انا مثلا عايش فيها عشان عندي ولد وبنت في سن واحد، لا البنت كبيرة مثلا والولد صغير، لا الاتنين في سن واحد، ما بينهم وما بين بعض سنة بالظبط. فاكيد مش هتنفع كعيله ليا انا ان انا اقعد فيها. فانا قلت اعمل ايه؟ انا قلت ان انا اشتريها وهصرف عليها كده، بس عايزه اسكنها. انا عندي ثانويه عامه، هحتاج طبعا مصاريف جنب طبعا المصاريفنا والكلام ده كله. قلت ان انا اجرها مثلا تجيب لي مثلا اي حاجه مثلا كل شهر اهي، تساعد مثلا في الدروس او تساعد في مصاريف البيت. فده كان طموحي وده اللي كان في دماغي. انت طبعا لو لابسه غوشين دهب في ايديكي مثلا كل الناس بص عليهم، مع ان هم شبكتك اساسا، يعني انت اصلا ما رحتش محل دهب ووقفتي كده دفعتي 100,000 جنيه مثلا عشان تجيبي بيهم ايه غوشتين مثلا، لا والله ما حصل. يعني دي كانت شبكتي اساسا اللي انا متجوزه بيها. فقلت خلاص يعني ان انا استغلها بحاجه، بدل ما انا كده كده مش بلبسها، وانا لو لبستها والله العظيم يا جماعه بحس ان انا لابسه نار في ايدي مش عارفه في ايه. فقلت خلاص احنا نستثمر الغوشين دول ونحطهم في الشقه دي. فده كان كل تفكيري، وده كان كل اللي شاغل بالي. اتمنى كل الناس تقول لي شيرين انت كان تفكيرك كويس، اتمنى كل الناس تقول لا يا شيرين انت كان تفكيرك وحش. قولوا يا جماعه بحق ربنا، يعني اللي يمليه عليكم ضميركم. بالنسبه لي السيراميك ده يا جماعه والله 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 لما الشقه تتوضب وتتمسح هتشوفوه. هو على فكره يمكن تصوير ظلمه، بس هو احلى واجمل من كده. لسه الحيطان دي طبعا هتتصنفر، ولسه الحيطان ديت هتندهن تاني، ولسه الحيطان ديت يعني فيها شغل. على فكرة هي كده ما خلصتش وهتفكروا ان هي خلصت، لا ده لسه دي كانت بطانة بس كده، يعني دي كانت بطانة عشان تبين اي عيب في الحيطان. بابا يقوم بقى مصنفر بقى ومظبط الدنيا. ايه رايك في الشقة يا نور؟ حلو. عجبتك لما رحناها المرة دي؟ رغم ان ممكن تكون العمارة اللي انا واخده فيها الشقة مثلا تكون في حتة عامة قوي، وحتة يعني الشارع ما شاء الله مليان محلات وقهوة وناس بتأجر فيه عجل كده للأطفال الصغيرين، وناس قاعدة مثلا بتبيع مثلا برضو فاكهة ولا حاجة ولا كده. ربنا يرضي الناس كلها. ومغسلة بتغسل عربيات وتوك توك تكاتك يعني وسجاد وحاجات من دي. بس والله يا جماعة لما بطلع فيها بحس براحة ولن تتخيلوا. فبحكي مع بسمة اختي وكده وبقول لها، قلت لي والله يا شيرين انا ما دخلتها ولا شفتها، بس مش عارفة ليه انا مرتاحة لها كده. فكان اخويا بيكلمني امبارح وبيقول لي عملت ايه وجبت البويات وكلفت كام، يعني عشان بما انه هو كمان بيعمل شقته وكده. ربنا يا رب يفرحه يا رب ويسعده محمد يا رب، ويتمم له على خير هو وكل اللي زيه، يفرح كل البنات ويفرح كل الشباب ويستر عرض الولايه كلها يا رب، اللهم امين. فالمهم بيسالني، فقلت له والله يا محمد انت، بيقول لي انت صرفت كتير. قلت له صرفت كتير بس والله لما تشوفها هتعجبك قوي، وهتقول لا مش دي اللي كانت شيرين واخدها، مش دي اللي انا جيت شفتها. خدوا بالكم يا جماعه، انا اول ما دفعت فلوسها بعدها بيومين 3 لقيت ماما جايه لي، لقيتها جايه ومحمد وهاجر في شم النسيم لو تفتكروا. فلقيت ماما جايالي، فقلت لهم طب تعالوا بقى تعالوا اوريكم ايه الصرح العظيم اللي انا عملته. اول ما شافوها يعني هاجر وماما طبعا مش عاجباهم خالص. فلقيت محمد بيقول لي لا والله حلوه ما شاء الله. فلقيته بيقول لي امبارح طب والله يا شيرين والله 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 انا حاببها وحاسس براحه فيها، ولما كنت فيها وانا بتفرج عليها حاسس ان انا مرتاح فيها، وحاسس كده مش بخنقه كده ومش حاسس ان انا زي ما اكون واقف في بيتي، كأن دي الشقه دي كانها بيتي انا وانا واقف فيها براحتي. يمكن بصرف النظر عن البيت اللي انت فيه، البيت اللي انت فيه يمكن لما الواحد بيخش ان هو رايح داخل كضيف فيه، لكن الشقه دي كنت حاسه ان هي كانها بيتي، كانها شقتي، كانها حاجه كده عزيزه عليا.
فقلت له بجد والله يا محمد فعلا بسمة قالت لي كده وانا كمان حاسه فيها بكده. فصلوا على النبي كده يا جماعه وادعوا لي ان انا ان شاء الله يا رب ربنا يديني خيرها ويبعد شرها، يبعد عني شرها ويرزقني عشان اسد كل ان شاء الله اللي انا ندمت من وراها فيه باذن الله. دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.